السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد، معانا لسان العصفور. هو طبعا سهل جدا، وطبعا مش كل الناس بتنزله، بس انا بعمله بطريقة معينة ما يشربش معاك شوربة كتير، ويبقى النشا بتاعه يخليه يتشرب معاكي كده ويبقى طري. فاوريكم في الفيديو ان شاء الله نعمله ازاي. انا عملت معاكم المحشي والملوخية. طبعا انا كنت عاملاه جنب المحشي، فقلت اجيبه فيديو لوحده بالتفاصيل بتاعته على اساس ان الفيديو مبقاش طويل علينا. فعملت الملوخيه فيديو واللسان عصفور فيديو، والمحشي طبعا فيديو لوحده. نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنجيب كده الزبده بتاعتنا او السمنه. عايزه تحطي زيت حطي براحتك، انا بحط الزيت عليه. الرز بس اللي بنحط عليه زيت ذره، فانت براحتك بقى. انا بعمله بسمنه بس او زبده. بنقلب كده مع بعض، نحط الكميه اللي انت عاوزاها. عايزه الكيس كله اعمليه، عايزه نصه، حسب ما انت عايزه. بنقلب كده مع بعض، نفضل نقلب لحد ما يتحمر معانا. طبعا هو فيديو مش طويل، بس يعني التفاصيل بتاعته مهمه، لان لسان العصفور لو عملتيه وعملتيه على طول ممكن يتشرب معاك الشوربه كلها. تيجي تغرفيه تبص تلاقيه متشرب الشوربه، تحطي شوربه تاني تلاقيه طري ومش حلو. فاعملوه بالطريقه دي حلو جدا، وتلاقي ناس كتير بتعمله بنفس الطريقه بتاعتي دي. هنبتدي نقلب مع بعض لحد ما يحمر ويبقى جميل جدا. ما تنسوش بقى يا حبايبي الاشتراك في القناه واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. يا رب يكون فيديوهاتي خفيفه عليكم، تكون حلوه بنستفيد منها مع بعض. وانا بحب اشوف، بنتعلم من بعض طبعا. بحب اشوف فيديوهاتكم، وكل واحده بتعمل بطريقه، ففي طرق كتير. وبنتعلم طبعا من اكل المغرب واكل الجزائر واكلات كتيره لاصحابنا وحبايبنا وتركيا وكل البلاد العربيه عشان ما انساش حد. فكل اكلاتهم جميله. فبنحاول نتعلم كده من بعض اكلات بعض، ونشوف كده يعني الاكلات الجميله ونعملها كده. بنقلب مع بعض لحد ما يحمر معانا. طبعا من اسهل الحاجات. طبعا هو سهل جدا وفيديو، بس انا حبيت انزله طبعا عشان ايه، نشوف بقى كل واحده بطريقتها بتعمل حاجات جميله. فبنشوف من بعض كده مع بعض. هنقلب كده لحد ما يحمر ويبقى حلو جدا. يعني انا مطوله شويه لحد ما احمره. فخلاص كده احمر معانا. متحمروش قوي، انا احمر معايا برضو شويه. يعني انا كنت ممكن لحد كده كفايه عشان تحمر معايا شويه. انا بعمله افتح من كده، يعني يبقى ذهبي كده زي ما انتم شايفين كده. بقى هنزود الشوربه، ننزل بالشوربه شويه شوربه مش كلها. هنشوف بقى الفيديو. يعني مش بحط الشوربه كلها على اساس ان انا بسيبه واركنه شويه نص ساعه كده. هننزل نص الشوربه بس اللي انت هتحطيه عليه شويه كده يا دوب، وتسيبيه ايه يغلي غلوتين. وزي ما احنا هنشوف مع بعض. خلاص كده حطيت مش الشوربه كلها، سبت شويه زي ما قلت لكم على اساس ان انا هغطيه واسيبه نص ساعه او اكتر على ما تخلصي. يعني في الاكل انا عملته كده عبل ما تعملي مثلا لو عامله جنبه خضار، عامله جنبه اي حاجه، تركنيه شويه. تعمليه هو الاول وتركنيه. هيغلي غلوتين كده بصوا، وحطفي عليه. مش هسيبه بقى يغلي كتير. بس كده هطفي عليه واركنه بقى نص ساعه حسب ما تعملي. على ما تعملي شويه اكل عندك هكون ايه اتعمل وبقى جميل. يعني يشرب من الشوربه دي ونزوده تاني كده. خلاص اتشرب زي ما قلت لكم نص ساعه او اكتر. اتشرب شوربته. فهنزود بقى الشوربه وهنولع عليه بقى. خلاص خلصنا احنا اكلنا وهنبتدي تغرفيه، تروح مزوده الشوربه الباقيه. هنزود بقى الشوربه الباقيه. بنصفيها بقى بالمصفى كده من البصل او فيها اي حاجه، ومغليه طبعا. هنقلبها مع بعض. يغلي بس غلوه كمان وخلاص كده لسان العصفور بتاعنا خلص. فهي الخطوه المهمه ان انت تسيبيه نص ساعه او على ما تعملي اكلك ويتشرب بس من الشوربه، وبعد كده تزود الباقي. ونحط معلقه فلفل كده، دي حسب الرغبه. يعني انت مش عايزاها ما تحطهاش، فهي بالطعام يعني تخلي طعمه حلو. هنقلب كده تقريبا وخلاص كده لسان العصفور خلص معانا. ما تغلوش كتير كده بقى، يبقى الحبايه بحبايتها ومش متشرب ميه. بيبقى تحفه، مش زي ما يبقاش معجن معاكي او شرب شوربته. تيجي تغرفيه تلاقيه تقيل معاكي زي المكرونه.
كده زي ما انتم شايفين اهو. نغرفه في الاطباق بيبقى حلو جدا، حتى لو بات معاكي لتاني يوم بيبقى حلو برضو، مش متشرب قوي لانه هو اتشرب في الشوربه من الاول. يا رب تجربوه بالطريقه دي ويعجبكم ان شاء الله. شوفوا بقى حلو جدا، والحبايه بحبايتها كده وتلاقيها تندخ كده، مش طريه، حلوه جدا. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.